المارك الازرق بالعربي. طبعا يا شباب اي حد جرب الاكينيتور فشل ان هو يخسر اكينيتور. النهارده جايين بثلاث شخصيات، والثلاث شخصيات باذن الله شخصيه منهم لازم نكون مخسرين اكينيتور. طبعا يا شباب ضيف الحلقه بتاعت النهارده رودي، لو حابيها قناه هتلاقيها في صندوق الوصف. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك والشير والسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده 50 لايك، ولو وصل 50 لايك ولقيت كومنتات بتشجع ان احنا نعمل جزء من الفيديو ده جزء تاني باذن الله، هنعمل فيديو من جزء تاني. لو عايزين رودي تظهر معايا بعد كده اكتبوا تحت في الكومنتات وانا باذن الله هظهرها. طبعا دلوقتي هنبدأ أول شخصية هتظهر لكم هنا، وهي محمد صلاح. طبعا محمد صلاح غني عن التعريف، لاعب كرة قدم مشهور. هنبدأ دلوقتي مع أول شخصية. هي بس بدأ دلوقتي. هيا ننطلق. ماشي. هذه الشخصية أكتر من 100 مشترك على اليوتيوب، وأعتقد عنده قناة على اليوتيوب لكن معدية. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ نعم. هل الشخصية امرأة؟ لا. هل كان للشخصية دور في أفلام مشهورة؟ لا. هل الشخصية لديها بنات فقط؟ نعم، هو بنت واحدة. هل الشخصية تعيش في مصر؟ نعم. الشخصية امرأة؟ لا. هل كان للشخصية دور في أفلام مشهورة؟ لا. هل الشخصية لديها بنات فقط؟ نعم، هو بنت واحدة. هل الشخصية تعيش في مصر؟ نعم. هل تحب المعكرونة؟ هل الشخصية تحب المعكرونة؟ أنا لا أعلم. هل لدى الشخصية حمام سباحة؟ نعم. هل تربي الشخصية حيوان في منزلها؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية يوتيوبر؟ لا. هل الشخصية مطرب مميز؟ لا. هل الشخصية لاعب مشهور؟ نعم. هل الشخصية من صفوف ليفربول؟ جابوه. هل تحب الشخصية الشوكولاتة؟ والله العظيم أنا لا أعلم. محمد صلاح. أنا متأكد محمد صلاح لاعب كرة قدم مصر، لأني بأمانة يعني محمد صلاح غني عن التعريف، بس نتساهل معاهم كده في الأول بس تاخد واحد عليكم. العب من جديد. الشخصية التانية برضو هتظهر لكم هنا دلوقتي، هنبحث عنها وهي أقولها لكم ولا ما أقولهالكوش؟ هي ظهرت بس أقول الشخصية هيسمعني ولا لأ؟ بصوا أنا قلت لكم إن هي تظهر تاني هنا أهي وشوف. نبدأ دلوقتي. هل الشخصية متزوجة ولا لديها أولاد؟ لا. الشخصية ذات الشهرة؟ نعم. لا. هل الشخصية مثلا هل الشخصية مشهورة في تطبيق المزيك للتيك توك؟ نعم. هل تحترف الشخصية الغناء؟ نعم. هل الشخصية طفل؟ لا مش طفل. هل الشخصية في عمر الطفولة؟ لا. هل الشخصية تسكن في اسكندرية؟ لا أعلم. هل عمر الشخصية فوق 20؟ لا. هل تحب الشخصية الغناء منذ الطفولة؟ نعم. لا. ذات شهرة. هل الشخصية ذات بشرة سوداء؟ لا. هل شاركت الشخصية في أغنية مشهورة في طفولتها؟ أنا لا. هل الشخصية لها قناة أغاني على اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية عمرها بين 12 و 16؟ نعم. هل تتميز الشخصية بتسريحة شعر خاصة؟ نعم. هل عمر الشخصية بين 20 و 50؟ لا. سامر المدني مغني مهرجانات شعبية. جابوه يا شباب زي ما انتم شايفين. يلا العب من جديد. الشخصية الثالثة بقى هو أنا. هتظهر لكم هنا برضه. بصوا أنا ممكن أروح هنا برضه. هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ يا ريت حد يستضيفني. أنا مش أنا كده واقف. لا. هل الشخصية من عائلتك أو أقربك؟ هو أنا الشخصية. لا. لا 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 أول فكرة جبنا هجربها. هل الشخصية تملك قطة؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ لا.
هل الشخصية أكتر من 30,000 على التيك توك؟ أنا لو جبت 30 متابع هتلاقي على التيك توك، هتلاقوا الحساب بتاعي في التيك توك تحت في الديسكريبشن. دبي دبي لسه بسم الله. ممكن هيجيبها. ممكن تجيبها؟ لا ممكن هيجيبها. ممكن هيجيبها، ما اعتقدش. ايه ده عادي تاني، عادي مفرقش معانا. الشخصية متزوجة ولدها أولاد؟ لا. الشخصية على ما أعرفها شخصية بنت؟ لا. الناس بتحط لايك مش سبسكرايب. صح، اللي محطش لايك ينزل تحت يحط لايك. مش شايفة سبسكرايب ولايك. انزل تحت اكتب كومنت معاك، تبقى انت كده قولي. هل الشخصية تملك قطة؟ لا. هل تحترف الشخصية عنها؟ لا. شوف هي اللي بتقول لكم تعرفوا صحيح. هل الشخصية شخصية عن طريق اليوتيوب؟ انا شخصية كاملة. هل الشخصية بتتابع الألعاب الإلكترونية؟ ممكن. هل الشخصية تعيش في مصر؟ لا. أنا عايش في الإمارات لكن أنا جنسيتي مصر. لا. هل الشخصية من لون طويل؟ لا. هل الشخصية من أصل عراقي؟ لا. هل الشخصية من أصول سورية؟ لا. هل الشخصية من قارة أفريقيا؟ هل الشخصية من أصول الجزائرية؟ لا. هل الشخصية من أصول مغربية؟ لا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ نعم. هل الشخصية معروفة عن طريق الألعاب الإلكترونية؟ هل تعيش الشخصية تعيش في الكويت؟ شير سبسكرايب. أنا شاطرة عشان بحط لك وشير سبسكرايب. هل الشخصية تعيش في الكويت؟ لا. هل الشخصية سمينة الجسم؟ أوكي. شوف الشطارة صح؟ هل الشخصية علاقة بالرياضة؟ هل الشخصية علاقة بالرياضة؟ لا. هل تضع الشخصية نظارات ولا عمر؟ هل الشخصية تتابع حساب أكثر من مليون؟ بسم الله بسم الله. هل الشخصية تقوم بالتدخين؟ لا. هل الشخصية لحية سوداء؟ ما عنديش لحية سوداء. لا. هل عمر الشخصية فوق 20؟ لا. هل الشخصية تعرف والديك؟ أتوقع. وأنا أعرف والدية؟ لا. هل الشخصية مثلى؟ هل تنشر الشخصية الميمز على اليوتيوب؟ لا. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ لا هزار لا. إني مش بعرف بس الألعاب، أنا نزلت كل الألعاب الفيديو ده والفيديو اللي فات مش اللي فات اللي هو السكتش بس. هل الشخصية علاقة بألعاب الفيديو؟ نعم. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ لا. شوفوا دمياط ترندز، دمياط محترف ببجي، شوفوا مجبنيش. يبقى ايه كده هو خسر التحدي. كده ايه هو خسر ايه في التحدي. فاحنا كده ايه خلصنا الفيديو ده. مع ان اصلا محدش اعتقد جرب البرنامج ده غير نادرا اللي بيفوز فيه، يعني 90% بيفشل في التحدي ده. حتى ابو فله ذات نفسه لما جرب فشل من الاخر يعني. ماشي يا شباب، فكده نكون وصلنا لنهاية مقطع النهاردة. لما يكون المقطع عجبكم لو حابين ان احنا ننزل جزء تاني اكتبوا تحت في الكومنتات وشجعونا، وان شاء الله توصلوا فيديو وننزل الجزء التاني. اللي ما يعرفش اللي مش متابعني دلوقتي قصدي على الانستجرام قناتي تشتركوا في قناتي تحت في الديسكريبشن. واللي لسه ما تابعنيش على الانستجرام ينزل تحت هيلاقي حساب الانستجرام تحت في الديسكريبشن. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونشوفكم بالمقطع الجاي. سلام.